السلام عليكم. أنا عمر عيسى شامية. بعض الناس تعرفني في قطر بالوكالات، البعض الآخر بيعرفني بسمى أبو فهد، هو حسابي على الانستغرام. وهذه أول حلقة من برنامج أو حلقات سوف نطلقها إن شاء الله على عدة منصات على التواصل الاجتماعي، بشكل رئيسي على يوتيوب الحلقة الكاملة، وبعض المقاطع هتكون على منصات أخرى مثل الانستغرام واللينكدين والتيك توك اللي بنشط فيهم. الفكرة من هذه الأحاديث أو هذه الفيديوهات نشر بعض الأفكار والخبرات اللي اكتسبتها وتعلمتها ووقعت فيها في مسيرتي الأخيرة في آخر 10 سنوات. أنا بعد 10 أيام بكمل 30 سنة. بديت حياتي كلها كرائد أعمال، اشتغلت لمدة سنة واحدة في شركة 365 يوم بالضبط. بعدها حياتي كانت كلها عبارة عن ريادة الأعمال. ما عندي خبرة طويلة ولم أخذ كثير من التجارب. في ناس مخضرمين أكثر في قطر وخارج قطر في الوطن العربي، ولكن هي نشر لبعض التجارب اللي مريت فيها، سواء كنت مع ناس في قطر أو خارج قطر في قطاعات اللي بشتغل فيها. وأيضا الحلقات إن شاء الله ستحتوي على لقاءات مع ضيوف من مختلف المجالات، سواء كانت في الرياضة، في شغفي السيارات، أو في ريادة الأعمال، وأيضا في التطور الذاتي والتجربة الشخصية. ممكن نتطرق للراحة النفسية والشغف والحب، بعض من القراءة بأني صار لي فترة بقرأ فيها، فأيضا السفر، ممكن الأكل. الضيف إن شاء الله يعني نتناقش معه أو أتناقش معه في عدة محاور الشخصية، الحياتية، الوظيفة أو البزنس اللي فاتحه أو المشروع اللي بيشتغل عليه أو المهارة اللي بيقدمها، وبعض التجارب في الحياة والعمل والعائلة. البودكاست هذا أنا ونوفل نشتغل عليه صار كأفكار 2 تقريبا الحين، وهذه أول حلقة من غير أي سكريبت، من غير أي تحضيرات، فقط الستة بيشتغل عليه الشباب. كنا محظوظين إنه كان معاي ال 720S المكلارن عشان تكون جزء من أول الحلقات وبلونها المميز هذا. فأشكر أخوي جاسم العمادي الصراحة اللي خلى معي السيارة لفترة. هو ما بيعرف أصلاً إحنا قاعدين نصور الحلقة هذه، فخليكم معانا وتابعونا. مش ضروري أول بأول، اللي بيطلع لكم في اليوتيوب بيطلع لكم في السوشيال ميديا. شوفوا بعض الضيوف أعلام في مجالاتها، بعض الضيوف أعلام في الرياضة، في ريادة الأعمال، قدوة كآباء، كمحترفين في تخصصاتهم، وبعضها شباب طموح لم ينجز ولكن سينجز، وبعضها كبار في السن أنجزوا وتركوا بصمة في عالمنا العربي والإسلامي، في قطر وفي عالمنا والكرة الأرضية. ففي كثير إن شاء الله من الأفكار اللي سوف نحاول نطرحها بلغة بيضاء، اللغة العامية اللي احنا بنحكي فيها، أكثر من هي إشي بروفيشنال أو إشي احترافي. نحاول نختصر، نحاول نقدم مادة جميلة تسمعها وانت في الجيم، تسمعها وانت في الزحمة، تسمعها وانت لحالك تتمشى آخر الليل. هيك تكون مادة خفيفة إن شاء الله بيني وبين الضيوف. فشكرا جدا لمتابعتكم للإنترو هذا اللي فعلا لم أحضر له، لم أفكر فيه، فقط فكرت في أول كلمتين اللي هي مرحبا، معكم عمر عيسى شامية، معروف بالوكالات، وأيضا أبو فهد. خليكم معنا وشكرا جزيلا لمتابعتكم.